غادي ناخذ الجلابه الجهه اليسرى اللي عندنا، غادي نلصقها هي الاولى. غادي نديروا السلسله مدفونه، ودائما كيف ما لاحظتوا ان الجهه اللي كتكون مسدوده او الجهه اللي مغطيه هي اللي كتدور على الجنب الايسر. داكشي علاش غادي نخلي التكفيفه ديالي اللي مخليها تقريبا هي هذه، ونخلي الطول ديال الفتحه كيف ما شفتوا، باش نخلي العيب ديال السلسله خصو يطلع الفوق. هادشي كله البنات مخليه لكم في الفيديو، الا دخلتوا شفتوه غادي تلقاوني مخليه لكم فيديو فيه التركات ديال الجيب والسلسله حتى هي. غادي نجيو كيف ما قلت لكم غنخليو الفتحه والتكفيفه ديالنا. غادي نحط السلسله الوجه ديالها على الوجه ديال الجلابه. غادي نخلي تقريبا هاد المسافه هي اللي خليت من قبل على هاد الشكل، وغادي نبدا نخيط حتى الفوق ديال الجلابه وانا مخليه نفس المسافه. غادي نبدا بالماكينه ان شاء الله باش ندوز معكم الجهه الاخرى حتى هي باش تشوفوا الطريقه ديالها اللي سهله جدا. وحنا كنخيطوا ودائما الحاشيه ديال الصباط على الحاشيه ديال السلسله، وفي الجانب دائما كنخليو نفس القياس اللي خلينا في الاول، ما ندخلو ما نخرجوا عليه حتى الاخر ديال السلسله. كنحصلوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نقلبوا السلسله باش نثبتوا الجهه الاخرى، كنثبتوها من الفوق على هذا الشكل، كنمشيو على عبار الصباط وحنا كنخدموا وحنا كنسرحوا الثوب قدامنا باش ما يجيناش فيه التكماش حتى الاخر ديال السلسله مره اخرى. البنات هاد الجهه صايبتها كيف ما شفتوا، خيطت في الاول خياطه اللي خليت هاد المسافه وقلبت وثبت خياطه واحده اخرى عاوتاني، كنمشي على الحرف ديال عبار الصباط بحال هكذا. غادي نلصق الجهه الاخرى. هاد المره خليت هاد المسافه اللي عندي كلها، هاد الزياده كلها دخلتها. هاد المره غادي نستغل هذيك المسافه اللي مخليه خصني نغطي بها السلسله. غادي نخيطو على هاد الشكل. غادي نجيب السلسله ديالي على هاد الحرف بحال هكذا، وغادي نبدا نخيط على هاد الحرف ديال السلسله او هاد الحافه ديال السلسله على الحافه ديال الثوب ديالي بحال هكذا حتى لتحت، باش ملي كنقلبها بحال هكذا هذيك المسافه اللي عندي او هاد العلامه اللي كتشوفوا هي اللي كنطوي عليها وكنغطي بها السلسله بحال هكذا. الا لاحظتوها بحال هكا كتجي طريقه سهله جدا. شوفوا الفيديو البنات، راني مفصله لكم في كل شيء التدقيق باش يستافدوا المبتدئات. ودائما خاصنا ناخذوا العبار ديالنا مضبوط كيف ما شفتوا هنا الدوره مقاده. دابا غادي نجي وناخذ نفس الدوره بحال هكذا ونمشي هكذا باش ملي كنقلب السلسله ما كنلقاش عندي تفاوت في الخياطه او في العنق. فاش كندوزو للجهه الاخرى كنحطوا الحاشيه ديال السلسله على الحاشيه ديال الثوب مرورا على الحاشيه ديال السلسله او العظم ديالها، وكناخذوا القياس باش كتجينا الفتحه نفس القياس. حنا كنخدموا حنا كنقيسوا. دابا غادي نحيدوا السلسله باش نخدموا الجهه اللي غادي تكون مغطيه على العلامه. الا لاحظتوا اللي كنا درنا في الاول كنطويو عليها بهذا الشكل، ونخليو الثوب باش يجينا مسرح، وكنخليو دائما نفس القياس بحال هكا اللي زدناه هو اللي خصو يبقى. ودائما عبار الصباط على الحاشيه ديال السلسله، والقياس ديال الثوب كيبقى هو ما خصوش يتبدل باش ما تجيناش السلسله فيها تكماش او تجي عوجه. نهبطوا حتى لتحت ديال الخياطه. الا لاحظتوا السلسله ديالتنا جات مغطيه بطريقه سهله وما فيهاش ما كاين لا تكماش ولا حتى شي حاجه، غاديه مقاده مصوبه حتى الفوق ديالها. وهنا دائما الزائد ديال السلسله كيبقى لينا هنا كيف ما شفتوا. هادو هما الحويجات اللي خاصني نسبقها السلسله، وغادي نلصق الجويبات ديالنا. وهنا دائما راعيو السلسله ان الجهه ديال النساء كدور الجهه اليسرى بحال هكذا، خاصها تدور الجهه اليسرى ديالنا. داكشي علاش خدمت كل وحده بوحدها. دابا غادي نلصقوا الجياب. غادي نصاوب البنات الجياب كيف ما شفتوا. هنا الجيب ديالي صوبته من قبل لانه صعيب باش نصلحو، اضطريت انا ندير ليه واحد اللوغلي بحال هكذا، درت به الدوره كلها ما كيستحملش السخونه ولا المصلوح باش ما يخسرش لينا الشكل ديالو. درت هاد العطفه اللي خليت او هاد التكفيفه نيتها هي الاولى، ومن بعد خديت البرا والخيط وبقيت غادي عليها هاد الدوره كلها بهاد نصف سنتيم بحال هكذا حتى كملت الدوره كلها. غادي نلصقها في الجهه اليمنى من الجلابه. غادي نشوف السنتيم، غادي نجيو لهنا الفوق ديال العنق، وغادي ناخذ الطول اللي غادي يناسبنا. كل اخت او سيده
وفين كترتاح انها تحط يدها في الجيب. غادي ناخذ القياس ديالي، غادي ندير 63 سنتيم بحال هكذا من الفوق، ناخذ 63 سنتيم على هذا الشكل بحال هكذا، وغادي نهبط الجيب بحال هكذا، وغادي نلصقو في هذا المكان هذا باش نجمعوا الباقي ديال الجلاب. هنا البنات باش نقادو هذا الجيب هذا انه صعيب باش توزينا الخياطه فيه بسرعه، غادي ناخذو بهذا الشكل، ناخذو شريط بحال هكا ديال الورق يكون قاد من هذه الجهه هذه، وحنا كنخيطو بحال هكذا، وفي نفس الوقت غادي نمشيو على الحاشيه وانا كندور به بحال هكا كانني غادي على الحرف ديال الجيب بهذه الطريقه. انا كنخدم وانا كندور بحال هكذا حتى نكمل الدوره ديال الجيب كلها. نتوما معايا وانا كنخدم. كناخذوا هاد الاوراق بحال هكذا يكونوا مقطعين شرائط، ويكون الحاشيه ديالهم تكون مقاده باش كنحطوا على الحاشيه ديال الثوب او ديال الجيب، وكاننا كنخيطوا فوق الجيب مباشره. كنمشيو على نفس القياس بهذه الطريقه، كنحصلوا على خياطه غاديه مقاده بنفس القياس، وندور بحال هكذا بشويه بشويه حتى كنكمل الجيب. وهذه احسن طريقه لهاد السكاي لانه صعيب في الخدمه ديالو، ما كيخليش الصباط يدوز بسرعه، كيبقى يشد في نفس البلاصه. بهذه الطريقه البنات كيف ما شفتوا طريقه سهله جدا للغايه. اللي بقى لي دابا هو غادي نحيد هذا الورق هذا باش نكمل الخياطه ديالي. لاحظتوا انه كيدوز بسرعه وكيبقى الجلد مقاد، ما كيجي فيه حتى شي عيب. سولو بحال هكذا، طريقه سهله. رجعت مره اخرى كيف ما شفتوا الموديل شويه بدا كيبان الشكل ديالو. لصقت الكتاف والدوره ديال الذراع او الدوره ديال التركيز لصقتهم، جمعت الكمام، وهنا درت تكفيفه نفس الطريقه اللي خدمت بها الجياب. درت هذا الشريط ديال الورق درتو حتى في هنا في الكم، الطريقه اللي درت في الجياب خدمت بها حتى في الدوره ديال الكم باش تجي سهله في الدوره او في الخياطه. هنا كيف ما شفتوا راني لصقت في هذا الجيب من قبل ودوزت ليه هاد الكورمات، وغادي ندوزها حتى هنا باقا ما دوزتهاش، وندوزوها حتى في الكمام. غادي ندوزها هنا، ندور بها الدوره كلها فوق الخياطه بهذا الشكل. واللي باقي ليا دابا باقي ليا القب. عفوا نسيت انني ما قلت لكم انني دوزت هنا تكفيفه او العطفه، يعني جلابه بقى خاصنا فيها غير القب وهاد الكورمات لصقوها. القب هنايا كنجي غادي نلصق، بما انني دوبلت القب درتو على الاتواب بجوج بهم، هما هادو. هنا عندكم الحريه ديال الاختيار، بغيتو يجي هذا هو اللي يجي الفوق او يجي هذا هو اللي الفوق، اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم. غادي نجيو هنا، غادي نعبر الدوره ديال العنق هي هذه، غادي نقسمها على 2 بهذا الشكل، وغادي نجيب هاد الدوره غادي نقيسها على هاد الدوره، خاصها تجيني نيشان باش تجيني سهله في الخدمه ديالها. غادي نحط هاد العلامه هنا، نخلي واحد 1 سنتيم ونحطها وندور بحال هكذا باش نشوف غادي الدوره واش تجيني مقاده. هي هذه تقريبا. هنا غادي نمشيو على 1 سنتيم اللي غادي نخيطوا بها الطلعه هذه، صافي هي هذه نصف الدوره مقاده. هنا غادي نخيط حتى لهنا القب نفس الطريقه، غادي نخيط هذا من هذه الجهه. بقى لينا القب هو اخر مرحله. بما اننا عندنا القب مدوبل كنخيطوا كل واحد بوحدو لانه غادي يجي ملبس حتى الاخر ديالو. كندورو عليه وكنحطوا الوجه على الوجه والخياطه على الخياطه بحال هذا الشكل، ونخيطوا من الاول ديالو حتى الاخر مره اخرى. نحاول اننا نجيبوا الخياطه ديال الوسط ديال القب على الجهه الاخرى حتى الاخر. غادي نقلبوه بهذا الشكل. هنا الا لاحظتوا البنات كيف ما قلت لكم، الا بغيتو تخليو هذا هو الفوق خليوه، بغيتو تخليو هذا هو لتحت خليوه. انا غادي نخلي هذا الجلد هو اللي غادي يبان في القب في الظهر، وهذا هو اللي غادي يكون القدام. غادي نجيو لهاد الجهه ديال
حاشيه ديال القب. وهنا لهاد البلاصه ديال السلسله غادي ندير هاد العبار هذا بحال هكذا. غادي نحط السلسله في الوسط ديال هاد الطلعه ديال القب كيف ما لاحظتوا، وغادي نبدا نخيط بحال هكذا حتى نكمل السلسله كلها حتى نمشي للجهه الاخرى بحال هكذا. وانا كنوزع هاد القب باش ما يجينيش جهه اكبر من جهه. غادي نبدا من هاد البديه ونكمل في الجهه الاخرى ديال السلسله. كناخذوا الحاشيه ديال القب كنحطوا فيها الحاشيه ديال السلسله كيف ما شفتوا، وكنبداو نخيطوا على القياس اللي كنا خدينا في الاول بما انه مضبوط. كنخيطوا الجهه اللي في العنقيه الاولى هي هذه، او اللي غادي يكون فيها الجلد بحال هكذا، وغادي نجيو للجهه الاخرى غادي ندخلوا السلسله نطلعوها الفوق، وغادي نعاودوا نخيطوا مره اخرى. نديروا واحد التكفيفه ديال نصف سنتيم بحال هكا، وكنبداو نخيطوا على الحاشيه ديال القب حتى الاخر. بهذه الطريقه كيجينا القب فيه فينيسيون مقاد من الامام ومن الظهر. وحنا كنخدموا دائما كتاخذوا القياس للمبتدئات تستعنوا بفنايت او خيطوه بالابره والخيط حتى الاخر. وهذا هو الشكل ديالو، طريقه سهله. من بعد ما كنخيطوا القب على الامام او على الجلابه، دابا غادي نخيطوا القب المدوبل الجهه اللي الفوق على اللي لتحت. بهذا الشكل كنخيطوا الحاشيه، كنقادوا الخياطه في الوسط كتبقى، وكنديروا عبار صباط حتى الاخر ديال السلسله. المونطو ديالنا او الجلابه صافي كيف ما شفتوا هي كملات. هنا دوزت هاد الكورمات دوزناه هنا في الكمال وفي الجيب اللي لتحت. ما بقى لي دابا الا نصلحها. الطريقه ديال السلسله كيف ما شفتوا كتجي زوينه ومسرحه ما فيها حتى شي عيب. وبالنسبه للقب هنا كيف ما قلت لكم في الاول عندكم حريه الاختيار، بغيتوا هذا هو اللي يبان الفوق، بغيتوا ديروا العكس مرحبا. جوجهم تيكونوا على نفس الشكل نفس الفينيسيون، تيبقاو نقيين، وحتى الفينيسيون ديالهم من الداخل كيبقى نقي بحال الظهر بحال الداخل ديالو او الامام. ودابا غادي نخليكم حتى نكملوا ونصلحوا مزيان ونرجع لكم بالشكل النهائي ديالو من بعد ما يكمل. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المونطو او جلابه. كيف ما شفتوا كيجي الشكل ديالو انيق ورائع في اللبسه ديالو. الطريقه ديال السلسله والقب كيف ما شفتوا، وهاد الكورمات اللي دوزنا في الكمام وفي الجياب حتى هي كتعطي واحد الشكل رائع ومختلف. كنتمنى انكم تجربوا هاد الموديل. والاخوات اللي اول مره يكتشفوا القناه كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبسلام عليكم حتى الفيديو اخر وموديل اخر ان شاء الله. ترحامي متفتل سقامي كيف نبقى حياة